السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو غادي يكون مهم جدا على تألق والإبهار المحترفين المغاربة، والكلام هنا تحديدا على عز الدين أناحي، إلياس بن صغير، أشرف حكيمي، وكالعادة غادي يكون السرد مع التحليل بالمختصر المفيد. ونبداو مع عز الدين أناحي اللي البارحة خلق الحدث بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس، بحيث أبهر وأبدع وأمتع منذ أول مباراة لي مع نادي مارسيليا، واللي كانت ضد نادي نونت برسم الجولة 21 من الدوري الفرنسي. وكما عارفين المغربي أناحي عز الدين بدا الماتش من دكة الاحتياط، وهذا أمر طبيعي جدا بحكم أنه انتقل حديثا لنادي مارسيل. لذلك ارتأى المدرب الكرواتي إيغول تودور إقحام الدولي المغربي في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 74. وقبل ما يسجل الهدف دار بعض التحركات واللمسات، وايضا كانت ثنائيات بينه وبين زملائه في الفريق، وكنا كنحسوا به وكانه كيلعب مع نادي مارسي منذ زمان. وهذا راجع طبعا لشخصيه وكاريزما اللاعب، واللي كما كتلاحظوا الطريقه كيفاش كيوقف على الكره وكيلعب بسلاسه وبدون اي ضغوطات تذكر، وهذا ان دل فكيدل على ثقه اللاعب بنفسه وبقدراته الفنيه وما الى ذلك. المهم بعد ما نادي مارسيليا كان متقدم بهدف للصفر، عز الدين كيعزز تقدم الفريق بهدف ثاني كان تحديدا في الدقيقه الثالثه بعد 90، يعني في الوقت بدل الضائع من المباراة. الجول ديال كاونزل على نادي نونت. وقصة الهدف جاءت بعد تمريرة من الظهير الأيمن الفرنسي جوناثان كلاوس، اللي بالمناسبة كانت رائعة جدا بخارج القدم اكستيريور داكشي ديال كواريزما اللهم بارك، إلا أن الإبداع الحقيقي هو ديال أناحي عز الدين، كاين الكونترول استقبال ولا أرواح. وفي جزء من الثانية خدا قرار المراوغة، وبذلك سبق لك ردة فعل المدافع البرازيلي غوتو أندري، واللي هذا الأخير أصر إصرارا وألح إلحاحا باش يفتك الكرة من المغربي، وهذا حق مشروع ليه طبعا. الا ان اناحي عاقبه مره اخرى بعد ما موى على انه غادي يسدد، ثم قلب الساد سعود وقصى المدافع اندري اللي مشى مع الفانتو صيفطو بحاله. من بعد بالاناقه كيحط ليك الكره في الشباك معلنا عن الهدف الثاني، وسط هاد شكوكيه وفرحه مجنونه من الجماهير والمدرب إيغول تودور. وبهذا الاداء المبشر بالخير يمكن لي نقول لكم ان اناحي عز الدين باذن الله غادي يحجز بسرعه مكان اساسي في تشكيله مارسي، وفي حال والو الماتش الجاي بان لنا كاساسي، واكيد هذا ما نتمناه كمغاربه. اما تقييم أناحي فتحصل على 7.5 كأحسن تقييم في المباراة. وبالمناسبة المدرب الكرواتي إيغول تودور مباشرة بعد المباراة خرج بتصريح محفز وجميل على عز الدين والهدف اللي سجله، وقال في هذا الصدد بالحرف: لقد أعجبني هدف عز الدين، نعلم أنه يتوفر على هذه الموهبة، بكل تأكيد هو ليس في أتم جاهزيته البدنية وعليه التأقلم مع طريقة لاعبنا، سيلزمه بعض الوقت من أجل ذلك، لكن الموهبة حاضرة وهدفه كان مذهلا. وكانت هذه هي كلمات المدرب إيغول تودور. وبين قوسين بالنسبه للجاهزيه البدنيه فهذا عادي جدا، بحكم ان اناحي رجع من كاس العالم وكان خدا فتره راحه، زائد انه كان مصاب، واوتوماتيكيا هاد العوامل بعدته عن الملاعب مؤخرا. عموما كنتمنى من اناحي عز الدين يستمر على نفس المستوى التصاعدي. ايضا باقي مستمر مع الدوري الفرنسي، وهذه المره مع الدولي المغربي الاخر اشرف حكيمي. فمبدئيا ما شاء الله المستوى ديالو في تطور وتحسن كبيرين، واللي شاف الماتش البارحه غادي يكون عارف انه كان من افضل اللاعبين على ارضيه الملعب. طبعا حكيمي كالعاده بدا كاساسي بقرار من المدرب الفرنسي كريستوف غالتيه، وقدم اداء جيد جدا لا على مستوى الدفاع او المسانده الهجوميه وما الى ذلك، الا ان الحدث الاهم والابرز هو الهدف اللي سجله في الدقيقه 52 بعدما الكره رجعت من الدفاع. حكيمي ما عطلهاش تسديده صاروخيه ارجو بوم جول في الزاويه 90 اللي ما عاشش فيها ابليس، الا ان الابليس صدق هو الفار اللي حرمنا كمغاربه بل العالم كامل من جماليه وروعه هذا الهدف، واللي كان غادي يكون تاريخي في سجلات حكيمي اشرف. وطبعا سبب الغاء الهدف هو التسلل، واللي كان في هذه اللقطه تحديدا بعد ما استلم الاسباني فابيان رويز بانيا الكره وهو في موقف تسلل باين. على العموم خيرها في غيرها. اما تقييم اشرف حكيمي فتحصل على 8 كثالث احسن تقييم في المباراه. وطبعا الفرنسي مبابي كيليان كان خرج مصاب في الدقيقة 21، لذلك التقييم عنده طايح. تألق المغاربة في الملاعب الفرنسية مستمر، وهذه المرة مع إلياس بن صغير اللي ما شاء الله رغم صغر سنه 17 سنة فقط كيلعب ليه كأساسي مع ناديه موناكو اللهم زيد وبارك. وواضح أنه كيحظى بثقة كبيرة من المدرب الفرنسي فيليب كليمون، وحتى المغربي بدوره ما خيبش ظن المدرب، بحيث سجل هدف أقل ما يقال عنه خرافي، شي حاجة بكل أمانة هاد شكوكية. فكيما كتلاحظوا هذا هو المغربي بن صغير إلياس اللي كيستلم الكرة مع المراوغة، ثم زاد هاد اللمسة اللي كانت بهدف تهيئ ما قبل التسديد، ثم
ثم في اجزاء من الثاني قرا وضعيه المدافعين بما فيهم الحارس طبعا. من بعد اخذ قرار التسديد وكضرع في الزاويه اليمنى للحارس الروماني اندري رادو ليعلن بذلك عن ثاني اهداف نادي موناكو. والشخصيه اللي كيعجبني في الياس وهو عنده الجرأه التسديد عن بعد، وهذا الشيء بان لنا جليا منذ المباراه الاولى اللي لعبها مع ناديه واللي كان سجل فيها انذاك هدفين. عموما الياس لعب 64 دقيقه وتحصل على تقييم 7.1. وحتى لهنا كنكون وصلنا لختام الفيديو، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.